السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد وماكس من قناة خالد كيوكس 2. واليوم عندنا 5 أشياء ما راح ترجع إلى لعبة فورتنايت نهائيا، فأتمنى من كل واحد يشوف المقطع هذا مو مشترك في القناة يضغط على زر الاشتراك وبرضو اللايك، وتاخذ المقطع وتنشره بجروبات فورتنايت في كل مكان، والشيء هذا راح يسعدني. ولا تنسون تحطون الكود حقي في الايتم شوب عندكم، الكود راح يطلع لكم قدامكم. ويلا خلونا مع المركز الخامس. في المركز الخامس واللي هو سكن البلس الأول اللي نزل على أيام السيزون الثاني، اللي راح يطلع لكم صورته قدامكم. طبعا السكن هذا ما راح يرجع نهائيا لانه كان عرض خاص من شركه بلاي ستيشن للناس اللي عندهم البلس. اي واحد عنده بلس على ايام السيزون الثاني راح يحصل على السكن هذا مجانا بدون ما تدفع ولا اي شيء عليه. فانتهى العرض حقه، والان هو يعتبر من السكنات النادره اللي ما راح ترجع نهائيا ولا راح يرجعونها. ما ادري، الله اعلم، ممكن العرض هذا ترجع شركه اللي هي بلاي ستيشن، بس ما اتوقع الشيء هذا لانه خلاص عرض وانتهى. المهم خلونا مع المركز الرابع. وفي المركز الرابع واللي هو سكنات تويتش برايم الجزء الاول اللي راح تطلع لكم قدامكم. طبعا تويتش برايم كان متعاقد مع شركة فورتنايت على اساس اي واحد يشترك في ميزة تويتش برايم، او عفوا اللي هي امازون برايم، اتوقع امازون برايم، اذا اشتركت فيها راح تاخذ اشتراك الى تويتش برايم. ميزة ما ادري شو وضعها الصراحة. المهم الميزة هذه راح تعطيك كل شهر اتوقع شهريا اغراض جديده، ومن الاشياء هذه الجديده في العاب ثانيه غير لعبه فورتنايت. فجت شركه تويتش برايم قالت خلينا نسوي العرض هذا مع شركه فورتنايت، ولعل وعسى نجيب ناس كثير عشان الناس ياخذون السكنات هذه. ففعلا العرض كان جدا ناجح، لكن عندنا في السعوديه مو ذاك الزود، لان تعرفون قليل عندهم فيزا والامور هذه. فالمهم انها سكنات حق تويتش برايم الجزء الاول راح تكون نادره وما راح ترجع نهائيا، لانه كان عرض وكان في طريقة على أيام أول تقدر تجيبها إذا ما كان عندك فيزا ومن الأمور هذه، وقد نزلت شروحات عنها أول زمان، والحين تقفلت للأسف الشديد، وأتوقع الحزم كلها راحت. والحين خلونا مع المركز الثالث. وبالمركز الثالث واللي هي سكنات تويتش برايم الجزء الأول مع الرقصة حقتها، اللي هي سكن البنت والرقصة. هذولا راح يكونون نادرين، لأن زي ما قلت لكم قبل شوي إن عرض وخلاص وما راح يرجع نهائيا للأسف الشديد. أتمنى أنها ترجع، ومع أنها أنا عندي بحسابي ماكس الأول، لكن أنا أتمنى انها تكون عندي بحساب اي خالد كيوكس 2 عشان الرقصه، لان الرقصه كانت جدا جميله. والحين خلونا مع المركز الثاني واللي هي سكنات السيزون الاول اللي هي من السيزون شوب. طبعا السيزون شوب ما راح يرجع نهائيا ولا اغراضه حقته، فهنيئا للناس اللي شروا سكن بنت الطياره وولد الطياره، لانهم يعتبرون من السكنات النادره واللي اندر منها ما فيه. والحين خلونا مع المركز الاول. وبالمركز الاول واللي هي مظله ماكو او مكو، المهم اللي هي هذه المظله اللي هي حقة القرش، راح تطلع لكم صورتها قدامكم. طبعا هذه ما فيها امل ترجع، لانها كانت حصرية للسيزون الاول. اذا جبت ليفل 25 راح تحصل عليها مجانا. اي نعم، على ايام السيزون الاول اذا حصلت او جبت ليفل 25 راح تحصل على المظلة هذه مجانا بدون ما تدفع عليها في بوكس ولا اي شيء. فحسافة الصراحة اني بديت من ايام السيزون الثاني، كنت اتمنى اني ابدا من السيزون الاول، لكن السبب الوحيد اللي ما خلاني اكمل او ما احمل اللعبة على ايام السيزون الاول هو المساحة عندي في البلاي ستيشن. فالحمد لله الحين عدلت اموري وشريت هارد ديسك خارجي وقدرت احملها. وللاسف شديد اني جيت على ايام السيزون الثاني. وبس يا عيال، هذا هو التوب 5 الاشياء ما راح ترجع في لعبة فورتنايت. اكتبونا وش الاشياء اللي عندكم حاليا وذكرتها في المقطع، زي بنت الطيارة عندي ومن الامور هذه اللي ذكرتها انا. وبس يا عيال، وادري يا عيال ان بعضكم راح يقول انجولا البيضة ما راح ترجع. للاسف الشديد يا عيال ان انجولا البيضة نزلت في الايتم شوب، يعني احتمال 90% او نقول 99% 98% شيء زي كذا انها راح ترجع في الايتم شوب للاسف الشديد، لانها هي اصلا كانت بالايتم شوب، ما كان لها ايفنت خاص ولا اي شيء زيها زي اي سكن ثاني ينزل بالايتم شوب. وممكن الله اعلم انهم يرجعونها، لان في اشياء رجعوها كانت نادره زي انجولا البيضة واللي هم ستيف الاصفر وخوزيه الاصفر اللي كانوا نادرين الفتره طويله. وللاسف الشديد ان شركه فورتنايت رجعتهم، فممكن نقول ان الدور جاي على انجولا البيضة للاسف الشديد.
هذا كان كل اللي عندي يا عيال. وادري بعضكم راح يقول طيب يا خالد شيطون الباتل باس. طبعا انا استبعدت الباتل باس لان خلاص الباتل باس راح يكون نادر للابد زي اللي هي السيزون الاول من الامور هذه. فحطيت لكم 5 اشياء اللي ما راح ترجع نهائيا، واكتبونا تحت في الكومنتات اقتراحاتكم وش اللي بسوي في المقاطع الجايه، وش تبون توب 10 ومن الامور هذه اكتبونا تحت في الكومنتات. وبس كان معكم خالد او ماكس من قناه خالد كيوكس 2. اتمنى ومن جد اذا انت تتابع المقطع وما انت مشترك اضغط على زر الاشتراك واللايك، والشيء هذا راح يسعدني. وتابعوني بالانستغرام، انستغرامي راح يكون تحت في صندوق الوصف، وكود الدعم راح يكون قدامكم. وبيس اوت.